الغموض الأنثوي هو إنِّك ما تكشفيش كل حاجة عنِّك بسرعة، هو عمره ما كان تمثيل، بس هو إنِّك تظهري أقل مما تعرفي، وتتكلمي أقل مما تحسي. إحنا كبنات بنحس إن إحنا عايزين نتكلم كتير، كتير ونقول كل اللي إحنا عايزينه كده من قلبنا، لأ أنتِ تتكلمي أقل مما أنتِ عايزة تقوليه. هادّيكِ أمثلة واقعية على مواقف حياتية ممكن تمُرّي بيها وإزاي تطبّقي الغموض الأنثوي. مثلًا هييجي مثلًا حد مثلًا بيسألِك عن حياتِك كده وعايز يعرف حياتِك كلّها مرّة واحدة، البنت الغامضة مش تقعد تحكي له قصة حياتها بالتفاصيل، لأ البنت الغامضة بتقول الحمد لله حياتي بسيطة ومشغولة بين شغلي واهتماماتي، أو لو ما بتشتغليش مثلًا ما بين دراستي واهتماماتي بس، وما تدخلش في أي تفاصيل. موقف تاني، ييجي مثلًا حد يقول لِك مالِك، البنت الغامضة بتقول تمام بس كنت بافكر شوية. وهنا بيفهم اللي قدامِك اللي أنتِ ليكِ عالم خاص. هادّيكِ موقف تالت، مثلًا جه حد مثلًا يسألِك إيه نوع الرجالة اللي أنتِ بتحبيهم؟ البنت الغامضة بتقول الشخص المناسب بيبان من تصرفاته وبس، ما تدّيش لستة مواصفات للشخص اللي أنتِ عايزاه، ليه؟ لإن اللي قدامِك ممكن يفتعلها، ممكن يمثّلها، فأنتِ ليه البنت الغامضة بتقول إيه، الشخص المناسب بيبان من تصرفاته وتسكت على كده. نيجي لمثال تاني، أول لمّا حد ييجي مثلًا يقرّب منِّك، أنتِ طبعًا بتستقبلي زي ما إحنا عارفين إن الأنوثة بتبقى طاقة استقبال، فأنتِ بما إنِّك عندِك غموض أنثوي، بيبقى في استقبال بسيط، ما بيبقاش في اندفاع كده، ما تبقيش مندفعة ومتحمسة كده في أول العلاقة، لأ، أنتِ بيبقى في استقبال بسيط منِّك، ما تبقيش مندفعة. نيجي للمثال، أول مثلًا ما يقرّب منِّك الرَّد تقولي مثلًا تشرّفت بمعرفة حضرتك أو تشرّفت بمعرفتك، خلاص لا توضيحات بقى ولا حماس ولا إلحاح منِّك ولا أي حاجة منِّك. نيجي لموقف بيحصل مع بنات كتير، واحد مثلًا في الشغل زميلِك، قريبِك مثلًا بيمدح جمالِك، البنت الغامضة ابتسامة بسيطة، شكرًا كلامك لطيف، مش لازم بقى أنبهر بقى لا، لا، لأ، البنت الغامضة ابتسامة بسيطة وتقول له شكرًا كلامك لطيف. نيجي لموقف تاني، عايز يعرف يومِك كلّه كده بالتفصيل، ممكن تقولي له كان يوم لطيف، مثلًا ييجي يقول لِك أخبار يومِك إيه، تقولي له يعني كان يوم لطيف الحمد لله، عملت كذا وكذا، بس وتوقّفي، ما تشرحيش كل لحظة عدِّت عليكِ في يومِك. مثال تاني، تسأليه على حاجة وهو مثلًا ما ردِّش، عمل سِكِت، أيًا كان، البنت الغامضة ما تكرّريش الرسالة، هتسكتي خالص وتكمّلي يومِك عادي. مثال، لمّا ييجي يعزمِك مثلًا على خروجة، البنت الغامضة مش هتفرح بقى وتقول له يالّا، يالّا وإحنا عايزين ننزل، لأ، لأ، البنت الغامضة هتقول له ممكن خلّيني أشوف يومي وأرُد عليك، في نفس الوقت هي مش رفضت ومش وافقت على طول كده كإنها مستنية خروجة كده. مثال رقم 9، لمّا يكون هو مهتم زيادة عن اللزوم، أنتِ هتبقي إيه، هتبقي بتستقبلي ده استقبال لطيف كده وهادي زي ما قُلنا. ممكن مثلًا تردّي عليه تقولي له جميل اهتمامك بيخلّي الواحد يبتسم، وتُقفي هنا، مش تقولي له شكرًا على اهتمامك وأنت أكتر حد بيهتم بيّا، كل الكلام ده بنات غلط. مثال تاني، أنتم مثلًا خرجتوا، فبعد الخروجة الجميلة دي بتقولي انبسطت أوي كان يوم لطيف، مش تقولي كان أحلى يوم في حياتي، ولا تقولي كان يوم عادي أو أنا خرجت قبل كده خروجات أحسن من كده بكتير، لأ التوازن يا بنات مطلوب. ودي كانت كلمة من قلبي ليكم، أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.